على بالي ما كاش مرأة جزائرية ما طيبتش بيتزا كاري وكامل نحبوها. بصح اليوم جبت لكم واحد الوصفه تاع بيتزا كاري روعه، والسر تاعها كامل في مارغارين ديما اللي راح نضيفوها في المكونات. تبعوا معايا. في غيسيبيون نحطوا كاس ما دافي وبليجي يكون دافي مع ملعقه كبيره من خميره الخبز، نضيفوا ملعقه كبيره تاع السكر وكاس سميد يكون رقيق، خيروا النوعيه اللي تكون مليحه. نخلطوا كل شيء مع بعض ونخلوها تخمر براحتها. بعد ما طلعت لنا هكذا نضيفوا 4 كاس زيت مع ملعقه كبيره تاع خل ابيض، ونزيدوا 2 كيسان تاع الفرينه مع شويه تاع الملح. لموا العجينه غير بالعقل، وهنا نضيفوا المكون السري تاعنا اللي راح يخلي العجينه تاع البيتزا كاري تخرج روعه بنت زمان. ملعقه كبيره من مارغارين ديما، ندخلوها بهذه الطريقه في العجينه ونعجنوها شويه، من بعد نخلوها ترتاح. بعد ما ارتاحت العجينه تاعنا نشكلوها في الصينيه، نتقبوها ونحطوا عليها لاصوص طوماط اللي يكون وجدناها من قبل. لاصوص طوماط سهله، نص حبه صغيره تاع البصل، 2 حبات طوماطيش، ملعقه كبيره من طوماط كونسونطري، شويه توم، زعتر، ملح والحرور. نزينوا البيتزا كاري تاعنا كيما زمان، شويه معدنوس مع الزيتون الكحل ولا كيما حبيتو، وندخلوها طيب في الفوغ. وبصحتكم ألذ بيتزا كاري، وهذا كامل بفضل مارغارين ديما. يعطيك الصحه ديما.